عمرك سألت شات جي بي تي سؤال وجاوب إجابة سطحية جدا، أو الأسوأ من ده ألف لك أصلا إجابة مش موجودة؟ لو حصلت معاك فغالبا أول رد فعل ليك بيكون الذكاء الاصطناعي ده غبي. يا عم ده الغباء الاصطناعي. هي الحقيقة هو مش غبي خالص، بس أنت اللي معرفتش تستخدمه صح. مشكلة أغلب الناس إنها بتتعامل مع شات جي بي تي أو ال LLMs أو كل أدوات ال AI إن هو شخص بشري، أو إن هو بيروح ياخد سؤالك ويروح يدور في إجابة على جوجل مثلا أو يدور عليها. هو الحقيقة أبعد ما يكون عن كده، ده مجرد آلة احتمالات. في الفيديو ده هنفتح الصندوق الأسود ونكشف السر ونفهم بالظبط إزاي ال AI أو الذكاء الاصطناعي بيفكر وبيشتغل، عشان تطلع من آخر الكورس ده تبطل تحفظ prompts أو systems وتفهمها كويس وتعرف أنت بقى تهندسها بنفسك بعد كده. خليني أقول لك معلومة ممكن تصدمك: الذكاء الاصطناعي مش ذكي أصلا، ومش بيفهمك، وكمان مش عارف هو بيقول إيه. ولو انت فاكر عكس كده فطبيعي جدا كل البرومتس او الاوامر اللي بتديها له تفشل وما تطلعش النتيجه اللي انت عايزها. في الفيديو ده هفهمك بالظبط ازاي الذكاء الاصطناعي بيفكر وازاي بيشتغل وليه بيغلط، وازاي بدل ما تلومه تطلع منه احسن نتيجه. اهلا بيكم في كورس البرومبت انجينيرنج او هندسه الاوامر. الكورس ده ان شاء الله انا هحاول على قد ما اقدر يكون كورس متكامل واغطي فيه كل الجوانب وما اسيبش اي حاجه من المعلومات اللي عندي والخبره اللي انا اكتسبتها على مدار ال3 سنين اللي فاتوا الا لما اشرحها في الفيديو ده. لو انت اول مره تشوفني فاعرفك بنفسي، انا اسمي احمد الطلخاوي، شغال في مجال الاي اي اوتوميشن من 2022، يعني بقالي دلوقتي تقريبا داخل على ال4 سنين. بدات في الاول كفريلانسر، بعد كده الحمد لله ربنا كرمني وكبرت وعملت ايربوت، اول اي اي اوتوميشن ايجنسي في مصر. وفي الكورس ده ان شاء الله انا ناوي ان هو ما يكونش بس مجرد تجميع اوامر او تجميع برومتس واديها لك، لا ده كورس ممنهج وفعلا منهج وسكريبت كامل انا كاتبه ياخدك كده من اول واحد مبتدئ لحد ما توصل للاحتراف في البرومبت انجينير. طيب خلينا نتفق ان الكورس ده هيكون شرح نظري وعملي، وهشرح لكم كمان على السبوره اللي ورايا اللي سامحوني على الخط اللي مكتوب بيها والخط اللي هيتكتب في بقيه الكورس، بس انا هحاول بكل الطرق اشرح لك وتطلع من الكورس ده باكبر استفاده. طيب خلينا نبدا بان انا اعرفك ان الاي اي او شات جي بي تي او جيميناي او كل ده اسمه LLM. لو انت ما تعرفش، LLM دي اختصار Large Language Model. فخليني اقول لك ان ال LLM ده هو مش عقل بيفكر زينا كبني ادمين او كبشر، هو محرك توقعات او احتمالات. يعني ايه؟ يعني عشان تفهم، عارف الاوتو كوركشن اللي عندك في الموبايل اللي هو لما بتكتب كلمه كده فبيكمل لك بقيه الكلمه او بقيه الجمله؟ هو ده بالظبط الذكاء الاصطناعي او شات جي بي تي او جيميناي او ال LLM عامه، بس تقدر تقول كده ان هو واخد سترويدز او منشطات. هو كل مهمته وكل اللي بيعمله ان هو يتوقع الكلمه اللي بعد الكلمه اللي هو كتبها، بناء على ايه؟ بناء على مليارات الداتا اللي هو اتدرب عليها. فكده احنا متفقين ان الذكاء الاصطناعي او ال LLM ما يعرفش الحقيقه وما يعرفش هو بيقول ايه اصلا، هو بيقول باترنز او انماط هو متدرب عليها وشايفها قبل كده قبل ما يقولها لك في الشات. هديك مثال صغير عشان تفهم. انت لو قلت له 1 زائد 1 يساوي كام هيرد عليك ويقول لك 2، بس هل ده عشان هو راح حسبها 1 زائد 1 بيساوي 2؟ لا، ده عشان هو شاف قبل كده مليارات الداتا اللي اتدرب عليها اللي بتقول ان 1 زائد 1 بيساوي 2، فهو خلاص هو حفظها كده، هو ما راحش حسبها. طيب ليه الكلام اللي احنا قلناه ده مهم اصلا ان انت تعرفه؟ ده مهم ان انت تعرفه لو انت ناوي ان انت تستخدم البرومبت كفعلا محترف او كمهندس وتبني بيه سيستمز وشغل كتير. طب ليه برضو مهم اعرف ان الاي اي ده غبي او حتى مش فاهمني، هو بس بيتوقع الجمله؟ انا كده استفدت ايه لما عرفت المعلومه دي؟ استفدت ان انت لو فاكر ان هو فاهمك فانت هتكتب له برومبت كسول قوي وحاجه ماشي يا عم ما هو هيفهمني عادي، انما انت لو فاهم ان هو بيتوقع الكلمه او بيفهم الانماط اللي هو متدرب عليها فانت هتبقى عارف ازاي تخصص له الامر عشان يطلع لك احسن نتيجه. الاي اي محتاج كونتكست، محتاج كونسترينز، محتاج دايركشن. لو انت مش فاهم دول يعني ايه فما تقلقش، كل ده هنشرحه في بقيه الكورس، بس كمل معايا للاخر. بس خلينا نكون متفقين ان الذكاء الاصطناعي بيطلع افضل ما عنده لما تكون انت فاهمه وعارف بتوجهه ازاي، مش سؤالك غامض او انت معتمد ان هو هيفهم. خلينا نروح نكمل شرح على السبوره عشان اشرح لك حاجات مهمه قوي لازم تبقى فاهم. طيب جينا على السبوره دلوقتي عشان نشرح اكتر، وطبعا زي ما متفق معاكم سامحوني على الخط، بس والله دي اكتر حاجه اقدر اعملها، بس انا هشرح برضو وهقرا الكلام اللي مش عارف يقرا يعني. اول حاجه عايزين نفرق ما بين نوعين في البرومبت انجينيرنج. عندنا حاجه اسمها سنجل شوت وحاجه اسمها كونفرزيشنال. يعني ايه سنجل شوت؟ دي طلقه واحده، تقدر تعتبرها كده كانه مسدس او جون وانت ضربت طلقه واحده. كونفرزيشنال دي يعني الموضوع رايح جاي زي البينج بونج كده. سنجل شوت فيندنج ماشين، اللي هي عرفت الماشين اللي هي بتاعت البيبسي او الكنز اللي بتحط لها كوين تطلع لك كنز، بس مش بيبسي عشان بيبسي مقاطعه. بنستخدمهم في ايه الاتنين؟ السنجل شوت بنستخدمها زي تاسك حاجه معينه، انا مثلا هبعت نص كامل لشات جي بي تي ترجم لي النص ده من عربي لانجليش مثلا، بس هو هيرد عليها بالترجمه وخلاص كده الموضوع خلص. او اكتب لي سكريبت الفيديو معين مثلا، فانا هديله التفاصيل واكتب لي السكريبت، هو هيكتب السكريبت ويبعته لي، خلاص كده انا مش محتاج حاجه تانية. طب الكونفرزيشنال يعني ايه؟ يعني لا في سياق، في كلام رايح جاي، يعني انا بقول له على حاجه فهو يرد عليا فانا ارد على الرد بتاعه اعدلها معاه مثلا، فاهم؟
فالموضوع بيبقى رايح جاي مش حاجه معينه. فكده انت عرفت الفرق ما بينهم هما الاثنين، وعرفت المثال بتاع ان دي فيندنج ماشين ودي زي البينج بونج رايحه جايه. طيب ايه سياق دي اللي انا كاتبها دي هنا وهنا؟ اللي انا كاتبها عشان اوري لك الموضوع ده ان السنجل شوت فهو مفيش سياق، هو مش محتاج سياق. انما الكونفرزيشنال هو لازم سياق، لازم سياق، ما ينفعش من غير سياق. يعني ايه سياق اصلا؟ سياق يعني المحادثه بتتكلم عن ايه ولا رايحه فين، يعني هل هو محتاج اول سؤال خالص انا بعته يبقى في ذاكرته وفهمه علشان لما اجي اكمل عليه يبقى عارف انا بتكلم عن ايه. زي مثلا لو قلت له اديني 5 افكار لفيديوهات اكتبهم، فهو اداني 5 افكار، دي كده سنجل شوت اهو خلاص. لو انا بقى بدات اتكلم معاه بقى اقول له طب ايه رايك في الفيديو الثالث احط بوينت اكس بدل بوينت واي، كده احنا نقلنا الشات من سنجل شوت لكونفرزيشنال، وهو كده محتاج السياق، لازم يرجع ايه الفكره الثالثه اصلا اللي انا بتكلم عنها علشان يقدر ياخد ويدي معايا في الكلام. فكده انا مهم عندي جدا تبقى انت فهمت الفرق ما بين السنجل شوت والكونفرزيشنال، عشان ده اللي احنا هنبني عليه بعد كده لقدام بقى، نعرف البرومت ده بيتكتب على اي اساس. طيب نيجي لجزء مهم جدا، وده اكتر حاجه هتواجهك تقريبا وانت بتبني برومتس للسيستمز اللي انت بتعملها وبتبيعها للكلاينتس. هالوسينيشن. يعني ايه هالوسينيشن بالظبط، او يعني ايه بالعربي؟ تعريفها هو الهلوسه. الهلوسه دي كلمه احنا اصلا بنستخدمها عادي، كلمه رائجه، اللي هو حد مهلوس بيشوف هلاوس. فنفس الهلوسه دي بتحصل لل امز وبتحصل لشات جي بي تي وجيميناي لما انت بتكتب له برومبت. طب احنا عايزين نعرف الهلوسينيشن دي تعريفها ايه وسببها ايه وحلها ايه، ده اللي احنا هنتكلم فيه بالظبط. انت اكيد حسيت بهلوسه شات جي بي تي قبل كده وانت بتكلمه في موضوع او حاجه. تعريفها يعني ايه؟ تعريفها ان هو بيتكلم معاك بيهبد، بس بيهبد بثقه قوي، يعني بيديك مثلا مرجع هو مش موجود اصلا، او معلومه او حدث تاريخي عمره في حياته ما حصل. في تجارب واختبارات كده حصلت كتير قوي على الانترنت الفتره اللي فاتت لناس بتجرب مدى ثقه شات جي بي تي في الهبد، وفعلا بيهبد بثقه جامده جدا، وده اللي احنا بنسميه الهالوسينيشن او الهلوسه. فكده انت عرفت خلاص تعريفها يعني ايه. عايزين نعرف سببها او اسبابها لو هي ليها كذا سبب. سببها ان هو مبدئيا احنا متفقين ان هو مش ذكي، مش بيفكر في السؤال، احنا خلاص عارفين ان هو ماشي على باترنز، هو متدرب على باترنز معينه او انماط معينه وبيقول الكلام اللي هو متدرب عليه. فمن ضمن الانماط او الباترنز اللي هو متدرب عليها ان هو يرضي اليوزر اللي هو بيتكلم معاه. عارف انت شخص طيب بس طيب زياده عن اللزوم، ان انت كل ما تقول له على حاجه حاضر انا مقتنع وهسمع كلامك. فده بالظبط اللي بيحصل، هو متدرب ان هو يسمع كلام اليوزر ويحسسه ان هو دايما صح. فانت ممكن لو اقنعت شات جي بي تي ان 1+1 مش بيساوي 2، لا هي بيساوي 3، ممكن يقتنع معاك عادي ويصدقك فعلا. وده فعلا كان بيحصل قبل كده، معرفش دلوقتي قفلوا الثغره دي ولا لا، بس نفس المنطق لو جربت على حاجه شبه كده بس اكبر شويه هتلاقي ان هو فعلا بيغلط. تاني حاجه ان هو عايز يحاكي النمط اللي انت بتتكلم بيه. يعني ايه؟ يعني لو انت مثلا سالته على معلومه علميه هيرد عليك بتون شخص علمي وفاهم فعلا، ومستحيل يقول لك لا انا معرفش المعلومه دي، بس هيهبدها بشكل علمي. فانت واحد بيقرا مش عارف المعلومه دي حقيقيه ولا لا، هيحس ان هو ايه ده، طب ما هو بيتكلم صح وجاب لي معلومه صح، في حين ان هو حاجه مش موجوده اساسا، هو حاجه جابها كده من خياله. وده على فكره بياخدنا لنقطه مهمه قوي، ان ليه الاي اي او الذكاء الاصطناعي لحد دلوقتي ما استبدلش البشر تماما في وظائفهم، والناس خايفه ان هو يستبدلهم مع ان هو لسه قدامه شويه على ما يعمل كده، ده لو عمل كده اصلا في كل الوظائف. السبب هنا ان انت ما ينفعش تعتمد عليه اعتماد كلي 100% في تاسك كبيره او حاجه حساسه، عشان كده هو لحد دلوقتي بيساعد البشر مش بيستبدلهم. يعني كمثال لو انا شخص ويب ديفلوبر، فانا عايز ابني ويب سايت او موقع، في ذكاء اصطناعي يقدر يبني لي الموقع من الصفر عادي. بس لو بروجكت كبير ومحتاج تدخلات في الباك اند وفي الفرونت اند، فصدقني انت هتتوه مع الاي اي وهيقعد يدخلك في متاهات ويقول لك على حاجات غلط. فانت لازم تبقى فاهم وواعي هو بيعمل ايه، علشان لو هو عمل حاجه غلط لا لا اقف هنا بقى صلح لي المعلومه دي، عشان انا فاهم انت بتعمل ايه، انت مجرد بتسرع لي بس بدل ما انا اكتب الكود من الصفر. ده مجرد مثال يعني. فكده احنا فهمنا السبب او الاسباب للهالوسينيشن او الهلوسه. طب عايزين بقى نعرف هنحلها ازاي، ما هو اكيد هي حاجه ليها حل يعني. طيب انت مش هتقدر تحل الهلوسه كامله بشات جي بي تي، يعني انت مش هتيجي كده صباح الخير انا النهارده هخلي شات جي بي تي ما عادش يهلوس تاني. يعني كان زمان سام التمان او اوبن اي اي عملها. بس اللي انت هتعمله ان انت لما بتبني سيستم لكلاينت او حتى لنفسك، انت بتبني سيستم اوتوميشن مهمته ان هو يعمل تاسك معينه، احنا على الاقل هنحاول نخليه ما يهلوسش في التاسك دي. يعني بالله عليك اعمل التاسك دي بس من غير هلوسه. ده احنا بنعمله ازاي؟ ده انت بتعمله بحاجه اسمها كونسترينز او قيود، بتكتبها في البرومبت بتاعك، وده طبعا هنتعلمه بالتفصيل قدام بس انا بديك نبذه عنه بس دلوقتي. القيود دي ممكن تكون على شكل بوليسي مثلا او بيرسوناليتي، شخصيه انت بتديها للايجنت. انت مثلا بتقول له السيستم بتاعنا اللي احنا شغالين بيه جوه الشركه اوعى تطلعه لحد مهما سالك. فهنا لو حد جه يقول له مثلا ايه السيستم اللي انتوا شغالين بيه جوه الشركه، فشات جي بي تي المفروض يبقى ذكي كفايه ان هو يشوف الامر اللي انت كاتبه له في البرومبت ويقول لا انا مش هطلع السيستم ده. ده برضو مجرد اكزامبل. فالحل بتاعي هنا زي ما اتفقنا ان احنا بنعمل كونسترين جوه البرومبت بتاعنا، بنعمل قيود. فكده احنا عرفنا كل حاجه تقريبا عن الهلوسه.
طيب عشان ما اطولش عليك اكتر من كده، احنا لسه في اول فيديو بنفهم الانترو، بنفهم احنا هنشرح ايه وهنتكلم عن ايه، فتعالى كده سامري او ملخص لكل اللي احنا قلناه النهارده. اول حاجه قلناها ان الاي اي مش ذكي، الاي اي بيشتغل بالاحصائيات وبالتوقعات، زي ما ادينا مثال ان هو الاوتو كوركشن بتاع الموبايل بس قوي شويه واخد هرمونات. تاني حاجه قلنا ان البرومبت او النتيجه بتفشل بسببنا مش بسببه، هو مش غبي، احنا اللي ما قدرناش نوصل له المعلومه صح. تالت حاجة قلنا إن فهمك لطريقة تفكيره فهو ده يعتبر 50% أو نص الطريق من النجاح إن أنت تبني سيستم كامل. رابع حاجة اتكلمنا عنها وهي الفرق ما بين السنجل شوت والكونفرزيشنال، ودي مهمة قوي تبقى فاهمها علشان دي الأساس اللي بنبني عليه بعد كده في الكورس. خامس حاجة وهي الهلوسة، وده البعبع اللي بيقابل كل الاي اي اوتوميشن انجينيرز أو البرومبت انجينيرز، وده لازم تفهمه قوي علشان برضو تعرف ازاي تحله، لأن أنت لو مش فاهم المشكلة مش هتعرف تحلها. كده احنا لخصنا تقريبا كل اللي اتكلمنا عنه في فيديو النهارده. وانا كنت عايز اقول لك انا ليه بقى لي فتره ما بنزلش فيديوز على اليوتيوب او غايب. فده علشان انا من بدايه 2026 عايز اجهز حاجه كبيره قوي، عايز ابني كوميونتي، عايز اعلم الناس فعلا اي اي اوتوميشن صح، وعايز فعلا انقل خبرتي اللي انا قعدت تقريبا 4 سنين بتعلمها انقلها للناس من خلال الشانل هنا. فعشان كده انا كنت شغال على حاجات كتير الفتره اللي فاتت، خليني اقول لك نبذه سريعه عنها كده، وهتلاقي برضو الديسكربشن فيه كل اليو ار الز او اللينكس الحاجات اللي انا هقولها لك. اول حاجه زي ما قلت لك انا عايز ابني كوميونتي، فانا دلوقتي عملت تشانل على الواتساب، هسيب لك اللينك بتاعها تحت، ودي هتكون مش لايربوت، هي هتكون ليا انا شويه، هشاركك يومياتي، افكاري، انا بفكر ازاي، هعمل ايه الخطوات الجايه، فدي هتكون حاجه يعني حتى التشانل باسمي حاجه ليا انا يعني. وتاني حاجه هي الكوميونتي على تليجرام، وده بقى منظم اكتر وده اكبر لايربوت اكاديمي. انا قررت يا جماعه افتح اكاديمي او اديوكيشن اكاديمي خاصه بايربوت، وان شاء الله يعني ربنا يقدرني واحاول اوصل لك المعلومات اللي انا اتعلمتها كلها، وهيكون في حاجات فري مجانيه 100% تماما، وفي حاجات هتكون بيد، وده ياخدنا للطريق التاني، الحاجه البيد او المدفوعه، ودي هي اللي انا مش هقدر اقدمها مجاني، بس هحاول على قد ما اقدر اقدمها بسعر رمزي او سعر معقول. واول حاجه فيهم هي الكونسلتيشنز او الاستشارات. انت دلوقتي لو عايز تحجز استشاره معايا في طريقين، اول حاجه ان انت تكون صاحب بزنس ومحتاج تطبق الاي اي اوتوميشن في البيزنس بتاعك، فدي بتبقى ديسكفري كول ودي مجانيه 100%، احنا بندخل مع بعض نتناقش عن البيزنس ونفهم انت عايز تدخل اوتوميشن في ايه بالظبط، عايز تعمل ايجنت لايه بالظبط، وبعد كده نكمل خطوات مع بعض ان احنا نشتغل مع بعض ان شاء الله. تاني نوع من الاستشاره، وده لو انت ما عندكش بزنس، انت طالب وحابب ان انت تبدا الاي اي اوتوميشن ايجنسي بتاعتك، او حابب تتعلم الاي اي تستغله في مذاكرتك في دراستك في شغلك ايا كان، فانت هنا تقدر تحجز استشاره مدفوعه معايا، ودي بيكون مدتها 60 دقيقه او ساعه كامله، بنفهم قبلها متطلباتك، بنحط لك خطه او بلان تمشي عليها، نتاكد ان انت هتوصل للنتيجه اللي انت عايزها، هنشوف انت ستوك او عالق في ايه بالظبط، هل ان انت تجيب كلاينتس، هل ان انت تبدا اي اي، هل ان انت تصنع محتوى، هنشوف بالظبط انت واقف فين، ونحاول نساعدك ان احنا ناخدك من البوينت اللي انت واقف فيها للبوينت اللي انت نفسك توصل لها. وحاجه كمان من الحاجات المجانيه اللي انا هقدمها وهي النيوزليتر. يعني ايه نيوزليتر؟ يعني انا كل اسبوع تقريبا هبعت لك على الايميل ملخص لاجدد التحديثات بتاعه الاي اي، تمبلتس وورك فلوز، معلومات قيمه جدا هبقى كاتبها كده كتابه، يعني مش بشرحها في فيديو، هبعتها لك على الايميل تقريبا كل اسبوع. دي لسه احنا ما بدأناهاش رسمي، مش عارف وقت نزول الفيديو الصراحه نبقى بدأناها ولا لا، بس برضه هسيب لك لينك التسجيل بتاعها تحت. التسجيل هو عبارة عن كتاب مجاني، يعني انت هتنزل كتاب مجاني هتلاقيه بتاع دليل الأتمتة للتجارة الإلكترونية، بمجرد ما تدخل بياناتك وتنزل الكتاب فانت كده خلاص بياناتك وصلت لنا، وان شاء الله دخلك في النيوزليتر المجانية دي. ولو انت صاحب بيزنس او طالب وحابب تبعت لنا عندك استفسار او سؤال، فهتلاقي الايميل ظهر لك دلوقتي، ده ايميل الايجنسي، وبرضه رقم التليفون بتاع الواتساب بتاع الايجنسي لو حابب تبعت لنا عليه. نرجع تاني لمحتوى الكورس سريعا، اسف لو كنت طولت عليكم. دلوقتي احنا خلاص لخصنا اللي احنا شرحناه النهارده، فهمنا العقليه او المايند سيت اللي هتتعامل بيها بعد كده مع البرومتس، وفهمنا ال ام او الاي اي بيفكر ازاي. كده فيديو النهارده خلص، ان شاء الله الفيديو الجاي هشرح لك ليه 90% من الناس بتتعامل مع شات جي بي تي غلط، وازاي تكون انت من الناس المميزه اللي بتعرف فعلا تفهمه وتتعامل معاه صح. اتاكد انك عامل سبسكرايب، وما تنساش تفعل الجرس عشان اول ما الفيديو الجاي ينزل يوصلك على طول. ولو فعلا استفدت النهارده فما تنساش تسيب لايك، وشكرا.